Ladies and gentlemen، قصة اليوم في التسعينات على واحد السيد نقدروا نقولوا عليه مريض خبيث. جو ماتني، واحد من ساكنة بالتيمور ولاية في امريكان. السيد ما عليه بخير. كل شيء عنده مزيان من ناحية يعني الجيران كيقولوا عليه انه سيد بشوش، سيد بيرفكتو، ما هستو تا خير، يعني كيبان عليه واحد الرجل اللي معقول. هاد السيد كان كيمشي لواحد الخدمه نقولوا بسيطه جدا، يعني عنده واحد الكراريسه كيبيع فيها داكشي ديال المأكولات السريعه في امريكان كما كنعرفوا، همبرغرز، هوت دوغ. دونك هو كان كيمتاز بهاد الخدمه هادي، يعني عنده واحد الوصفه فريمون بنينه، يعني اللي كيجي كياكل من عنده كيقول ليه اوه هادشي بنين. كلشي اللي كيجي عنده كيقول ليه هادشي ما خاصو حتى حاجه، بنين، الله يعطيك الصحه. السيد بقاو كيجي عنده الناس خدام وهداك، يجيو شي ناس بعض المرات كيقولوا لي كي كدير هاد الوصفه، شنو باش كيجاوبهم، كيقول لهم هاد الوصفه هاد الوصفه واعره ديال عائلتنا، يعني متوارثه، داكشي ديال الاجداد، خدمه نقيه. ايوا هاد جوميتني مع مرور الزمن جاو عنده واحد المره البوليس، لقاو عنده واحد الجثه في الدار. ما هذا الجثه في الدار، قالوا لقاو البقايا ديالها، يعني فين هي الجثه ما كايناش. فين هي الجثه ما كايناش. خدام في كروسه كيبيع اللحم، يعني اللحم مشوي، جثه ما كايناش، علاقه واحده شناهي، كتقتل البشر وكتخدمهم تما. جومتني بالفعل داكشي اللي كان كيدير، كان كيشد بنادم، ماشي بنادم خصوصا، كياخد العيالات، كيستهدف هذوك الفئه المهمشه ديال العيالات اللي عندهم في امريكان، هذوك اللي كيستهلكوا دراغز، اللي كيخدموا بالكوكايين، يعني هذيك الفئه المهمشه اللي ما كيدير فيهم حتى واحد، كيشدهم كيقطعهم كيرجعهم كفته. ايوا كيدير بهم الوصفه السحريه اللي كيكذب بها على كلشي. هاد جوميتني فاش شدوه في الحبس، يعني فاش تم السجن ديالو، مشى فوق ما كيدوز من عنده البوليس كيقول لهم نتوما مذنبين. ايوا علاش اخويا؟ الجواب الوحيد اللي كيقول لهم راه كلشي كلا من عندي، يعني السيد بقوه ما كان واعر في داكشي اللي كيدير، حتى كلشي كان كياكل من عنده، يعني فريمون حتى البوليس كانوا كيوقفوا عنده كياكل، كان محتار بداكشي. ايوا السيد تسجن ومات في 2017، يعني عاش من 1955 ومات في 2017. ايوا كون ما حصلوش البوليس كون راه لوطه في اللوط، خويا راه كان كلشي غيموت. هادشي ما كاين. قصه خفيفه ظريفه على جوميتني، ساكنه واحد من ساكنه بالتيمور. هادشي وقع في التسعينات بالطبع. ونخليوكم تهلاو.